ويلكم فيديو جديد. فيديو النهارده عن احسن كيكه فراوله في مصر. معانا 7 انواع النهارده، يعني بعد نجاح فيديو احسن شوكولاته في مصر فاحنا قلنا نعمل احسن كيكه ايه. ما كانش قدامنا الا الفراوله عشان الكريمه اللي هي البيضه ديت موجوده في كله يعني، فاحنا النهارده هنعمل احسن كيكه فراوله في مصر. كالعاده هنبدا من اقل سعر لاعلى سعر، فيلا بينا نبدا مع اول واحد معانا. ما تنساش تعمل لايك العاده. يلا بينا. اول كيكه معانا وارخص كيكه معانا وهي اسمها كمارا ودي سعرها جنيه. يلا بينا بقى نفتحها ونشوفها. بص انا متفائل بالكيكه دي معرفش ليه. ده شكل الكيكه اهوت، ومن جوه محشيه فراوله يعني. يلا بسم الله. هو بص الكيكه ذات نفسها طعمها كويس كده وطريه وفيها برضو سنه طعم الفراوله. امال الحشو الفراوله باين بس حشو قليل، يعني اللي هو حشو قليل قوي. هي سعرها جنيه ومتفهم الدنيا دي، بس الصراحه هي مجملا يعني طعمها كويس. بس لو زودوا الحشو افضل ويزودوا سعرها عادي يعني، بس يكبروا حجمها. ممكن يعملوا حجم ب3 جنيه ويزودوا الحشو، هيبقى افضل بكتير اللي هم يعملوا الحجم ده والحشو قليل يعني. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده. يلا بينا. كيكه معانا بطعم الفراوله واسمها تاو تاو، دي سعرها 2 جنيه. شكلها شكلها كويس بس حجمها تمام. سعرها 2 جنيه حجمها تمام يعني. يلا بسم الله. بص الكيكه مجملا طعمها كويس، والكيكه ذات نفسها طعمها كويس، والكريمه اللي فوق ديت مديها طعم الفراوله باين قوي. والكريمه برضو اللي جوه بطعم الفانيليا ده الصراحه طعمها كويس. مجملا الكيكه طعمها كويس جدا جدا الصراحه. عجبتني اكتر من اللي فاتت بشويه حلوين يعني، ودي اول مره اجربها يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. تالت كيكه معانا النهارده وهي تيتي. الصراحه انا من عشاق شركه تيتي ذات نفسها، يعني من اكتر حبي لها لان من وانا صغير وانا باكلها. انا بقالي حوالي سنتين 3 ما اكلتش اللي هي بطعم الفراوله دي، على طول باكل اللي بطعم الشوكولاته والحاجات التانية يعني. يلا بينا نفتحها يعني نشوفها. دي الحجم ابو 2 جنيه دي بدأ ينتشر، كان الاول ابو جنيه هو اللي منتشر، الوقت ابو 2 جنيه بدأ ينتشر اكتر يعني. ده شكلها وفيها حته شوكولاته من ورا وكده يعني. يلا بسم الله. ببص الكيكه روعه بمعنى الكلمه، كل حاجه بالنسبه لي فيها كويسه جدا جدا جدا، وانا مش عارف يعني ايه. يعني معلي سقفها قوي بسبب اللي انا بحبها من صغري وكده. بس هي الصراحه من غير حتى من وانا صغير، لا الصراحه طعمها كويس جدا جدا جدا. الشوكولاته اللي ورا ديت عامله مع طعم الفراوله طعم حكايه تانية خالص. الكيكه ذات نفسها كويسه. الحشو الفراوله ذات نفسه طعمه كويس جدا. يعني هي بص الكيكه مجملا كويسه جدا جدا. ويعني ايه، هي كيكه تيتي الوقت حاسس ان هي مش مشهوره قوي، مش متقدره زي زمان. يعني انا ما اعرفش زمان برضو كان مشهوره ولا لا، بس انا من صغري كنت على طول اشتري كيكه تيتي ديت، هي كانت صديقه الطفوله بالنسبه لي، هي وبيست. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده. يلا بينا. كيكه معانا وهي هوز ودي سعرها 2 جنيه. يلا بينا نفتحها. هي بص على العموم شركه هوز مشهوره بالكيكه، بس احسن كيكه عندها اللي هي بطعم الشوكولاته يعني. شكلها انا ما اعرفش صغرت ليه يعني. ده شكلها يلا بسم الله. او بص كده دي طعمها كويس وشبه تيتي شويه. اللي بيخليها بقى افضل من تيتي كمان هي شبهها في كل حاجه، في الشوكولاته من ورا وحتى نفس الحشو بتاع الهوز بتاع الفراوله طعمه باين قوي وكتير كتير قوي مع الفانيليا والشوكولاته، وكله مديك ميكس كده حاجه كويسه. طعمها كويس جدا جدا جدا. طعم الفراوله كويس. واشتريها على ضمانتي يعني، اللي هو في حاجات كده اللي هو شركة هوز اصلا ذات نفسها حاجة ثقة مجملا في كل حاجة. اي حاجة هتلاقيها في شركة هوز كويس. انا جربت معظم المنتجات بتاعتهم، ممكن كلها يعني مش متذكر. الصراحة هي كيكة هوز مجملا في اي حاجة الصراحة طعمهم كويس جدا جدا، وما بيقدموش الا الحاجة كويسة ومش اعلان يعني في الحكاية يعني. صراحة طعمها كويس جدا جدا الكيكة ديت ذات نفسها اللي بطعم الفراولة، وانا واثق ان هي هتاخد مركز كويس يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. خامس كيكه معانا وهي اسمها كمارا تورنيدو. في كيكه تانية كان اسمها كمارا، امال دي اسمها كمارا تورنيدو. دي سعرها 3 جنيه. ده شكلها بتبقى 2 في قطع كده. هي في منها ب5 جنيه بيبقى فيها 3 قطع يعني. ده شكلها يلا بسم الله. هو بص الكيكه طعمها كويس، واكتر ما يميزها اللي هي كيكه فراوله فقط يعني، اللي هو ما فيهاش شوكولاته فانيليا كده لا الصراحه. وفي ناس هيحبوا الحته ديت قوي، فيما انا عارف يعني. في فراوله من جوه اللي ده اكتر ما يميزها، انت حاسس بالحشو مش حاسس بطعم شوكولاته تاني، مش حاسس بحاجه تانية. الصراحه طعمها كويس، والكيكه ذات نفسها مش طعمها كويس قوي قوي، بس الكيكه ذات نفسها كويسه يعني. فيلا بينا نخش مع اخر 2 معانا. يلا بينا. سادس كيكه معانا وهي توينكس ودي سعرها 3 جنيه. يعتبر هي وهوز هي بقى اقوى منافسه في كل حاجه يعني.
فهنشوف النهارده هل هي هتتفوق على هوز ولا هوز اللي هتتفوق عليها يعني. بالشكل المعتاد بتاعها، بص يعني تحس ان في حاجه زبده كده من ورا يعني الصراحه. ذاتنا حاجات توينكس بتبقى كويسه برضو جدا يعني. شكل ما هوز حاجاتها كويسه، ندي لكل واحد حقه يعني. يلا بسم الله. بص يا جدعان، بس عاوز اوريكم حاجه. شوف الحشو من جوه، الحشو من جوه مليان. اكتر حاجه واحده لغايه الوقت حاطين حشو. الحشو كتير قوي قوي، فانيليا مع كريمه فراوله. مش فراوله يعني، اللي هي حاجه فراوله بس هي الصراحه طعمها كويس جدا 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 كده كده. الكيكه بتاعت توينكس طعمها كويس، فاحنا مش هنتكلم على الكيكه عشان هي طعمها كويس جدا جدا جدا. الكريمه ديت يعتبر تاني مره اجربها، اللي هي بالفراوله ديت الصراحه طعمها كويس. بص مش هقول هي اللي احسن ولا هوز دلوقتي، بس هي الصراحه لا مركز اول لا تاني كبير. لو اجت التانية ممكن تعلي تاخد مركز تالت يعني. ده اكتر حاجه. فيلا بينا نخش على بعده. يلا بينا. اخر كيكه معانا واغلى كيكه معانا، وهي اسمها سويس رول. دي سعرها 5 جنيه. هي اكبر واحده معانا يعني، فهي احنا مش هنعمل حوار السعر ده اصلا فارق يعني، عشان هي اكبر واحده معانا في الحال. هي شكلها كويس، وانا اول مره اشوف الشركه ديت يعني. ده شكلها هو حجمها كبير قوي وقصاد سعرها 5 جنيه. فتمام. يعني هو مديك حجم كبير قصاد سعر يعني ال5 جنيه. يلا بسم الله. هو بص انا الوقت احترت، مش عارف مين هيفوز اصلا. انا هرجع دوهم تاني الصراحه. الكيكه ديت اول مره اجربها، واسمها سويس رول يعني. الصراحه طعمها كويس جدا جدا جدا. بص بقى اهم ما يميز الكيكه دي. الكيكه ديت مكونه من ايه؟ كيك عاديه طعمها كويس جدا. فراوله اللي هي كريمه فراوله طعمها كويس جدا. كريمه فانيليا طعمها كويس جدا جدا. والله بجد الشوكولاته اللي فوق دي مع الكيكه طعمها كويس جدا. الكيكه ذات نفسها كلها يعني طعمها كويس جدا. انا اول مره ادوق الكيكه ديت سويس رول دي الصراحه طعمها كويس جدا جدا. كاول تجربه وكيكه مش مشهوره، هنجيبها في منتجات جميله جدا. بس مش مشهور، بس مش معروفه، مظلومه يعني. الصراحه الكيكه دي طعمها كويس جدا، وانا الوقت احترت مين هياخد مركز اول تاني تالت رابع. حاجات بتنافس بقوه، ولو في واحد فاز على التاني بيبقى فرق بسيط جدا يعني. فيلا بينا نرتب لكم ايه احسن كيكه في مصر، احسن كيكه فراوله في مصر. يلا بينا. بص ده ترتيب الاحسن كيكه فراوله في مصر. وبص مبدئيا انا تعبت جدا جدا عشان ارتب لكم الترتيب ده يعني. اول واحده معانا واحسن كيكه فراوله في مصر وهي هوز. ما فازتش بجداره ولا حاجه، لا فرق بفرق بسيط عن توينكس. وتوينكس فازت بفرق بسيط جدا عن سويد رول، بعدها عن تيتي بفرق بسيط. عندها تاو تاو دي لغايه هنا. كلهم بمراكز بسيطه يعني، لو واحد قلت سنه بسيطه ممكن دي تاخد المركز الاول لو دي قلت شويه. هو متقاربين جدا في الطعم، مش نفس الحاجه يعني، بس في قوه الطعم الصراحه طعمهم كويس جدا جدا. وكانت مفاجاه الكيكه دي سويد رول الصراحه كان طعمها كويس جدا. وبعدها تاو دي تاو الصراحه برضو طعمها كويس. احتمال نجيب الاتنين دول في منتجات جميله جدا ومش واخده حقها. الصراحه مجملا كحلقه كلها الحاجات فيها كويسه جدا. وبرضك عشان ما نهدرش حق دول، اسمها كامارا تورنيدو الصراحه طعمها كويس برضك. خدت المركز اللي يعتبر السادس، دي السادس. وبعدها كامارا دي برضك معرفش هما نفس الشركه ولا لا يعني، بس الصراحه طعمهم كويس برضه. بس احنا معانا 5 بيتنافسوا على المركز الاول. انت فاهم يعني ايه 5 بيتنافسوا على المركز الاول؟ الصراحه الكيكه مجملا كلهم طعمهم كويس جدا جدا. وهو فازت بفرق بسيط يعني. بس كده لو انت وصلت لغايه هنا فشكرا جدا ليك اللي انت وصلت لغايه هنا. فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. وبس كده، سلام.